جالي سؤال حلو قوي. السؤال ده حد بيقول لي انا يعتبر الدراع اليمين بتاع مديرتي، بخلص لها كل البروجكتس، بعمل حاجات كتيرة ممكن تكون زيادة عن الشغل العادي اللي انا المفروض اعمله، ولكن يجي على وقت الفيدباك ما بقاش عارف. الحاجة التانية ان انا مش عارف ايه هي انطباعات الستيك هولدرز التانيين اللي موجودين معايا في الشركة. اعمل ايه؟ المعضلة دي ساعات كتير بنواجهها في سوق العمل، وبنبقى مش عارفين اصلا سببها ايه. هل يا ترى مديري قاصد يعمل حاجة زي كده، ولا هو مشغول بشكل زيادة ان هو مش قادر حتى، او مش ملاحق، او مش في باله ان هو يديني الفيدباك ده؟ بكل بساطة الرد عليه ان هو كان اول حاجة يعملها ان هو يحجز مانثلي ميتنج مع مديرته، علشان يبدأ يناقش معاها الحاجات دي، ويبدأ يسألها اخبار الفيدباك على البروجكت ايه، طب الدنيا اخبارها ايه، ايه الحاجات اللي انا محتاج اطورها في البروجكتس اللي جاية، طب سلمناه ولا لا، علشان يبقى عارف السيتويشن بتاعه. النقطة التانية اللي أنا بعتها له إن هو محتاج يبدأ يعمل كونكشن ونتورك مع الستيك هولدرز التانيين، ويبدأ يتكلم بشكل سوفتلي، بشكل تاني فيه بوليتيكال انتليجنس، إن هو يبدأ يشوف أخبارهم إيه بالنسبة له، الانطباع بتاعهم، يبدأ يتكلم على البروجكتس اللي هو شغال عليها. وده هيساعده بشكل كبير إن هو حتى لو مديرته ما اتكلمتش عن شغله خالص، هو اللي بينشر بنفسه الحاجات اللي هو بيعملها، فالناس تبقى عارفة إن البروجكتس دي هو اللي عاملها وهو اللي كان ليه دور كبير فيها. الخطوتين دول مهمين جدا في سوق العمل، ان انا احمي نفسي، وفي نفس الوقت ان انا يجيلي كلير فيدباك على الحاجات اللي انا بعملها. لو بتقع في نفس المشكلة في شركتك او مع مديرينك، جرب الخطوتين دول وهتلاقي ان هم عملوا فرق كبير جدا.